السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا عارفين إن أسعار الحاجة بقت غالية جدا. أسعار اللحوم والفراخ، مش اللحوم والفراخ بس، كل حاجة. فمش معنى إن الحاجة غالية إن احنا نحرم ولادنا وما نأكلهمش أكل حلو والأكل اللي نفسهم فيه. بأقل القليل بإذن الله هتعملي أحلى أكل. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. انا معايا فلقة صدر. هي باينة في الكاميرا كبيرة شوية، بس هي الحقيقة الفلقة الصدر دي كانت صغيرة. يعني هي كانت الفرخة اصلا 2 كيلو الا ربع. يعني شايفين بقى، يعني 2 كيلو الا ربع فرقة الصدر بتاعتها هتبقى قد ايه. بس ان شاء الله تعمل لي كمية معتبرة. طبعا كنت نقع الفرخة في فلفل اسمر وملح. خدت الفرخة قطعتها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة عشان تسهل معايا في الكبة، وفرمتها فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفين. نقلتها في طبق كبير بقى، وهنزود الكمية بتاعتها بايه؟ بالبطاطس. معايا بطاطساية متوسطة، يا لا كبيرة ولا صغيرة. سلقتها وهرستها. نزلت عليها بنص معلقة من الثوم المفروم. كمان معايا بصلاية متوسطة، بشرتها وصفيت منها المية، واحتفظ بالمية علشان هنحتاجها. معانا كمان معلقتين كبار ممسوحين من النشا. كمان معانا البهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، نص وحدة مرقة. هي مرقاية واحدة هستخدمها في الوصفة كلها. خدت نصها، حطيتها على الخلطة بتاعتنا، وهعجن كويس جدا. تعجني بقى بايدك، تعجني بشوكة، براحتك. المهم ان المكونات تدخل كلها في بعضها. شايفين الكمية زادت ازاي وبقت كتير ازاي، ومحدش هياخد باله خالص ان انتي حاطة فيها اي اضافات. نبتدي بقى نصبعها. ممكن تسيبيها تتشمع في التلاجة شوية، بس انا الحقيقة هشكلتها على طول ما استنيتش. معايا دقيق. هشكل بقى الكفتة بتاعتي، هعملها بالشكل ده صوابع. يعني الحجم دوت حجمه مناسب. انت ممكن انت اللي تتحكمي في الحجم، بس الحجم ده كسمك وكطول حلو قوي. ممكن تعمليها برضو الكفتة دي عبارة عن كور، ممكن تعمليها كور بدل صوابع. يعني التشكيل ده بتاعك انت بس. هنحطها في الدقيق ونشكلها بالشكل اللي حضرتك شايفينه ده. خلصنا الكمية، بسم الله ما شاء الله. عملت كمية معتبرة، عملت 17 صباع كفتة. شايفين الكمية من فلقة صدر صغيرة. انا طبعا ما كنتش وزنتها لوحدها، الفرخة كانت كلها على بعضها 2 الا ربع. دي فلقة الصدر بتاعتها عملت لي 17 صباع كفتة. هنيجي بقى نعمل الكفر الخارجي. معايا الكريسبي، اديته طحنة كده في الكبة، نعمته. ومعايا كمان نشا. هنزل عليهم هتبلهم بقى بشوية من الفلفل الاسود وبقية المرقاية. انا كنت حطيتها نصها في زي ما انتوا شفتم في الخلطة بتاعت الفراخ، والنص التاني على الخلطة بتاعت الكفر الخارجي. هنقلب طبعا المكونات دي كلها مع بعضها كده. نخلط الكريسبي بالنشا. ومعايا كمان بقى مية البصلة اللي انا قلت لكم هنشيلها ونحطها على جنب. هو ده اللي هنعمل بيه الكفر. شايفين في اكتر من كده حاجة اقتصادية. يعني لا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. مية البصل اللي احنا عملناها هناخدها ونعمل بيها الكفر. بصراحة بتدي طعم جميل جدا وموفرة. يعني كده كده مية البصلة انت كنت هترميها، لا هتديها طعم جميل، وفي نفس الوقت حاجة موفرة. طبعا عملناها في الكفر، ولو حابة تدي الكفر سمك اكبر ممكن ترجعيها تاني لمية البصل، وترجعي تاني تحطها في الكريسبي وتديها كفر اسمك، يبقى كفر سميك شوية. ده الشكل النهائي بتاعها. هنعمل الكمية كلها بالشكل ده. خلاص انا عملتها كلها. شايفين الجمال؟ تقدري بقى تفرزيها بالشكل ده، تحطيها في علب وتحطيها في الفريزر. وقت ما تطلعيها تطلعيها على الزيت على طول. طب هنحطها في الزيت ايه؟ زيت غزير، والزيت يكون حرارته متوسطة، لا هو سخن قوي ولا هو بارد، علشان تتحمر حلو وفي نفس الوقت تستوى. لكن لو حطيتيها في زيت سخن قوي هتتحمر من بره بس مش هتستوى من جوه. شايفين الجمال؟ انا طبعا حمرتها وما جبتش اللقطة بتاعة التحمير، بس انا عايزاكم بس تسمعوا صوت القرمشة. انا هو سماعكم صوت القرمشة كمية كبيرة. بسم الله ما شاء الله تكفي اسرة من 5 و6 افراد كمان. يعني لما كل واحد ياخد له 3 صوابع من الكفتة دي، بسم الله ما شاء الله هيشبع. وحاجة بصراحة نظافة وطعم.
جربوها وبإذن الله تعجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم.